يا الله. طبعا شوف هذا المقطع بالبداية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. قال تعالى. طبعا سمعت المقطع. هاي مرشحة بالمجلس ما يسمى المجلس الإسلامي الأعلى، سابقا المجلس الأعلى للثورة الإسلامية. وطبعا في وقتها غير اسمه من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية إلى المجلس الإسلامي الأعلى بعد اجتماع بالكويت مع قوات الاحتلال الأمريكي والمخابرات الكويتية. وطلبوا من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية سابقا أن يشيل الثورة الإسلامية ويخلي أي اسم آخر حتى يقدرون يتعاملون وياه أو يقدرون يبررون للرأي العام الأمريكي والسياسي والأمني والقرار السياسي إنه إحنا هذول معتدلين ومو مثل قبل وتغيروا. وطبعا مقابل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية غير اسمه ب3 ملايين دولار تمويل المجلس، يعني يفتح مقرات يأجر بيوت كذا، 3 ملايين دولار. تخيلوا مجلس مثل هذا، شوفوا الاسم مش كبره، الثورة، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية. شوفوا شلون غيروا اسمهم، باعوا اسمهم ومبدأهم ونشأتهم وطموحهم واللي خططوا له، باعوه كله ب3 ملايين دولار تمويل. لعد قد ناس سحق، لعد قد ناس ما لهم قيمة، لعد قد ناس شعاراتية وشعاراتهم ما لها قيمة، والناس اللي تموت لهم على موتهم ماتت على موتهم ولا زالت ما لها قيمة. المهم نرجع لهذا المقطع اللي شفتوه. مرشحة بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية. طبعا أنا مو ضد موضوع التبرج وغيرها، لكن هم يعني يقولون احنا المجلس الإسلامي الأعلى. شلون المجلس الإسلامي الأعلى وهاي المرشحات مالتكم؟ على أي حال هاي مو مشكلتي. المرشحة هنا تقول قال تعالى: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وين اكو هيج آية؟ اكو هيج آية بالقرآن الكريم؟ اكو هيج سورة بالقرآن الكريم؟ ماكو. منين جبتوها هاي؟ درينا بكم شيعة بريمر ودرينا بكم منحرفين، بس مو لهالدرجة. قال تعالى: من لم يشكر الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله. ماكو، لا اكو هيج آية، لا اكو هيج سورة. فما ادري الانتخابات شنو يعني؟ نائبات ما يعرفون ايش قد مقاعد بغداد. مرشحة بمجلس أعلى للثورة الإسلامية، هذا شكلها وهذا مظهر.